اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله العظيم. النهارده مع بعض هنعمل تشيز كيك. طبعا انا ما كنتش مرتبه لها، بس انا لقيت بواقي حاجات عندي، فانا قلت ايه، خساره تترمي واسيبها كده، لا نقوم مع بعض نعمل احلى تشيز كيك مع بعض. بس يلا حطي لايك وتعالي شوفي احنا عملنا ايه. انا كان عندي بواقي من البسكوتات اللي هي الساده ديت، بسكوت فري على بسكوت المدرسه، على البسكوتات اللي ولادي جايبينها وما اكلوهاش ومتكسره كده، وقلت هتترمي فانا استخسرتها. حرام، انا ما بحبش ارمي الحاجات دي، جميله جدا وقلت اعمل بيها حاجه تانية بقى جديده. يعني انا قلت ايه، طالما هما مش عايزينها انا خليهم ياكلوها بمزاجهم. ورحت جايبه البسكوت بقى اللي عندي، كسرته بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، مش كبير قوي ومش صغير قوي زي ما انتوا شايفين، كسرته بنفس الحجم ده. وهنبدأ نعمل الصوص الجميل بطريقه مميزه. جبت حلة وجبت مجين كبار من اللبن. لو مش متوفر عندك لبن عادي ممكن تعمليها بالمية. ورحت حاطه عليها معلقه صغيره جدا من النشا، ومعلقتين كبار من الكاكاو، ونص كوبايه من السكر، ورشه فانيليا. لو وصلت لغايه هنا اوعي تنسي تحطي اللايك. واخدت الخليط ده كله ورحت وطيت النار عليه، وبدات ان اقلب الخليط ده كله مع بعض. هو ده الخليط الاساسي بتاع الصوص الشوكولاته اللي احنا هنعمله. انتي اي حاجة اي اضافات انا هحطها بعد كده، دي اضافات انا اللي مزوداها، بتدي طعم جميل جدا. لكن هي لو مش عندك برضو الطريقة وديت هتطلع نتيجة جميلة جدا جدا وطعم حلو خالص. لكن هو ده المكونات الاساسية للخليط اللي احنا عاوزينه، اللي هو صوص الشوكولاتة بتاعنا. دي بقى اضافة ان انا حطيت معلقتين كبار او 3 معالق من الزبدة، وبدأت ان انا اقلبها كويس جدا مع الخليط. ورحت جايبة برضو كان عندي شوكولاتة كده كنت حطاها في الفريزر، حتى لما طلعتها كانت باين عليها ان هي متلجة، ورحت حطاها على الخليط بتاعي برضو. وبدأت ان انا اقلبها كويس جدا علشان تدي طعم جميل جدا جدا للصوص بتاعنا. عاوزه اقول لكم يا ريت اللي اول مره يشوف قناتي ما ينسانيش بالاشتراكات ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد، وكومنتاتكم الجميلة ربنا ما يحرمني منكم ابدا وتفضلوا معايا على طول، ولايكات كتير 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 علشان القناة تفضل معاكم. خلاص كده قلبنا الخليط كله مع بعض لغاية ما ادينا القوام اللي احنا عايزينه. هنقفل على الصوص بتاعنا النار ونروح بقى ناحية الرخامة علشان نكمل طريقتنا الجميلة، يا رب تعجبكم. وجبت صوص الشوكولاتة وحطيت نصه على البسكوت بتاعي. بعد ما حطيت نص صوص الشوكولاته بدات ان انا اقلبه مع البسكوت كويس جدا. مهم ان انتي تقلبيه مع البسكوت كويس جدا علشان يديكي النتيجه اللي انتي حباها. طبعا حاجات بسيطه وحاجات سهله لازم ان احنا نكملها علشان تطلع بالنتيجه اللي احنا حابينها. حبايبي اتمنى ان انتوا تجربوها. يلا يا ست الكل، لو عندك بواقي بسكوت قومي اعمليها وقولي لي رايك في كومنت جميل زيك، ربنا ما يحرمني منك ابدا. خلاص كده قلبناها كويس جدا، ورحت جايبه الصينيه وبدات ان انا انزل بالبسكوت بالصوص الشوكولاته اللي انا عملته في الطبق، هنزل بيه في الصينيه كله. هنزل بكل الخليط اللي انا عملته، البسكوت وصوص الشوكولاته، هنزل بيه في الصينيه كله. نزلت بالخليط البسكوت بصوص الشوكولاته في الصينيه بتاعتي، وهبدا ان انا بقى افرد البسكوت في الصينيه كويس جدا علشان لما اجي اقطع البسكوت بعد ما احطه في التلاجة يطلع متماسك وجميل جدا ان شاء الله. خلاص كده فردت البسكوت كويس جدا في الصينيه، وبعد كده هروح اجيب بقى صوص الشوكولاته بتاعي. بعد ما فردنا اهم حاجه تكون فردنا البسكوت كويس. هنجيب بقى صوص الشوكولاته وننزل بصوص الشوكولاته بتاعنا على البسكوت اللي احنا كسرناه وحطينا عليه نص الصوص الاولاني. يعني احنا كنا عاملين الصوص دوت على كمية واحدة، قسمنا النص حطيناه على البسكوت وقلبناه، والنص التاني هنحطه فوق البسكوت بعد ما فردناه في الصينية. خلاص كده نزلنا بكل الصوص اللي كان فاضل معانا،
وهنروح هزين الصينيه كده عشان ما تبقاش فيه حاجه مش فيه فوقيها صوص، وهنخبط الصينيه خبطتين كده عشان يتماسك الصوص والبسكوت مع بعض. خلاص كده انت ممكن تسيبيها تبرد وتأكليها لأولادك بألف هنا، تبقى تحفة جميلة جدا. لكن عايزة تزينيها بحاجة، تعالي معايا شوفي احنا هنعمل ايه. واخدت الصينية بقى وحطيتها شوية جوه التلاجة، بس ما حطيتهاش كتير، هما 10 دقايق بس، ورحت مطلعاها من التلاجة. لكن الاحسن ان انتي تسيبيها في التلاجة شوية عشان تتماسك معاكي وتعرفي تتحكمي فيها. هي برضو لسه كانت عايزة تستنى شوية في التلاجة. ورحت جايبه كريم شانتيه وبدات ان انا ازينها علشان اخليها شكلها حلو خالص. هي كانت جميله جدا وطعمها حلو من غير الكريم شانتيه برضو، لكن انا قلت اكمل ازينها اكتر علشان يبقى شكلها احلى كمان واحلى. انت عندك فواكه ممكن تزينيها بيها، عندك مكسرات تزينيها بيها، عندك اي حاجة فارماسي، اي حاجة ممكن تزينيها، دي حاجة ترجعلك انت. كده خلاص عملتها وكانت جميلة جدا جدا. اتمنى ان انتوا تعملوها بنفس الطريقة دي وقولولي ايه رأيكم. يلا يا حبايبي، اللي نسي اللايك يحط اللايك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، وانتظروني في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.